راديو القاهرة الكبرى يقدم اتعلمت. القناعة والذكاء. بسمع كلام بابا. اتعلمت. بسمع كلام ماما وتيتا وجدو. بحب صحابي. اسكتوا بقى عشان نسمع. حكايات كوم. إعداد وتقديم حنان سالم. أصحابي وصحباتي أهلا بيكم. النهاردة مع الدكتورة حنان عبد الرازق هتقول لنا إزاي نحول الطاقة من طاقة كهربية لطاقة حركية. يلا بينا نسمع ونستفيد. أصحابي الحلوين، الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الطاقة وقلنا إنها القوة اللي بنقدر نستخدمها في تحريك حاجة معينة أو تسخين حاجة لدرجة حرارة عالية، أو مثلا إن إحنا ننور فبنستخدمها في الإضاءة، أو لتشغيل جهاز معين بيطلع صوت أو بيطلع صوت وصورة زي الراديو أو التلفزيون مثلا. وقلنا كمان إن الطاقة بتتحول من نوع لنوع، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الطاقة الشمسية، وقلنا إن إحنا ممكن نستخدم الطاقة الشمسية في إن إحنا نحولها لطاقة كهربائية ونحصل منها على الكهرباء. لكن البلاد اللي ما بيكونش فيها شمس قلنا ان بيبقى فيه صعوبة شديدة ان هم يعتمدوا على الشمس كمصدر من مصادر الطاقة عندهم. طب البلاد دي بتستخدم ايه؟ البلاد دي عندها مصدر تاني طبيعي لمصادر الطاقة، الطاقة الحركية، زي مثلا طاقة حركة الرياح بتستخدمها في توليد الكهرباء برضه. فبنلاقي في بعض الأماكن اللي بيكون عندها عواصف كتير أو شدة الرياح جامدة جدا وشديدة، عشان ما بيكونش عندهم شمس وما بيكونش الجو عندهم معتدل، دايما الجو عندهم ممطر وفيه رياح وفيه عواصف، فبتكون شدة الرياح عندهم كبيرة. بيستخدموا طاقة الرياح، طاقة حركة الرياح، في ان هم ينتجوا الكهرباء. ازاي؟ في الاماكن دي بيستخدموا مراوح كبيرة وضخمة بتستقبل حركة الرياح وبتحولها لكهرباء. ولان الشمس مش متواجدة عندهم طول السنة، ولان عندهم معظم اوقات السنة بيبقى فيه عواصف وبيبقى فيه ايام ممطرة، فهم مش بيقدروا يستخدموا الطاقة الشمسية زي ما قلنا كمصدر طبيعي للكهرباء، لكن بيعوضوا ده بطواحين الرياح. زي ما قلنا هي مراوح ضخمة بتستقبل الرياح، وحسب شدة الرياح وقوتها بتتحرك المراوح دي، وحركة المراوح دي بتحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية وبتولد كهرباء. وده شكل من أشكال تحول الطاقة اللي اتكلمنا عنه. احنا بنحول الطاقة الحركية بتاعة المراوح دي لطاقة كهربية وبنقدر نحصل على الكهرباء. كمان في شكل من أشكال تحول الطاقة كلنا استخدمناه وكلنا اتعاملنا معاه، لكن يمكن ما بنكونش عارفين العملية دي بتتم ازاي. كلنا واحنا صغيرين او حتى دلوقتي لو عندنا اي جهاز بنستخدم فيه كهرباء او بطارية، اكيد كلنا كان عندنا لعب بريموت كنترول، زي العربيات مثلا اللي بتمشي بريموت كنترول، او لو طيارة بتطير بريموت كنترول، او الاجهزة اللي بتطلع صوت وبتكون بالبطارية. ممكن تكون عندك عروسة بتغني او بتتحرك، او عندك بيانو بيعمل موسيقى، او عربية بتجري وبتعمل صوت او بتطلع ضوء. كل الحاجات دي بتتحرك بالكهرباء، ولو مش محطوط لها كهرباء يبقى بنحط لها بطارية. ازاي بقى البطارية الصغيرة دي بتجيب لنا كهرباء، سواء كانت محطوطة في ريموت كنترول اللي بنحرك بيه العربية او الطيارة او القطر، او كانت محطوطة في اللعبة نفسها العربية او العروسة او البيانو؟ كل الالعاب دي زي ما قلنا انها بتحتاج كهرباء علشان تعمل صوت او تتحرك، لانها لازم هتحول الطاقه الكهربيه لطاقه حركيه او ضوئيه، لان زي ما قلنا الطاقه لازم تتحول من شكل لشكل. يا ترى البطاريه الصغيره اللي بنحطها في اللعبه او بنحطها في الريموت كنترول بتجيب الكهرباء منين؟ ده اللي هنحكيه النهارده في حلقتنا. البطارية الصغيرة دي بيحصل جواها تفاعل كيميائي. يعني ايه؟ يعني في مركبات معينة، مركبات كيميائية هي اللي بتكون البطارية دي، بتتفاعل مع بعضها وبتعمل تفاعل كيميائي بتحول فيه الطاقة الكيميائية اللي بتحصل دي لطاقة كهربائية، يعني كهرباء نقدر نحولها بعد كده في الجهاز لطاقة ضوئية أو طاقة حركية أو طاقة صوتية.
وكل ده بيحصل جوه الجهاز بمجرد ما بنركب فيه البطارية. فأول ما بنحط البطارية في اللعبة بتاعتنا بيحصل التفاعل الكيميائي ده بسرعة شديدة جدا، وبيطلع طاقة كيميائية بتتحول على طول لطاقة كهربائية، وعلى طول جوه اللعبة بتبتدي تتحول لطاقة حركية لو كانت عربية أو قطر أو طيارة بيتحركوا مثلا أو بيطيروا، أو لطاقة ضوئية لو كانت بتطلع نور أو بتعمل صورة، أو لطاقة صوتية لو كانت مثلا العروسة بتاعتك بتغني أو اللعبة البيانو بتاعتك بتعمل أصوات أو موسيقى. وأول ما بينتهي التفاعل الكيميائي ده بين مكونات البطارية بنقول إن البطارية خلصت، البطارية فضيت، وإحنا عايزين بطارية جديدة. فبنشيل البطاريات دي بنغيرها ببطاريات جديدة، بيبتدي يحصل نفس التفاعل الكيميائي تاني فيها، وبيبتدي يتحول لطاقة كهربائية. الطاقة الكهربائية ديت بنستخدمها في إن إحنا نحرك اللعبة أو ننورها أو نخليها تطلع صوت. ودي بتبقى مدة محددة، مدة للتفاعل الكيميائي. المكونات بتاعت البطارية دي بتتفاعل فيها، أول ما المكونات دي بتخلص التفاعل بتاعها بنقول البطارية فضيت. كمان لو كانت الألعاب بتاعتنا دي بتتشحن، أو مثلا زي الموبايل لما بنشحن الموبايل في الكهرباء بيكون في جوه اللعبة أو جوه الموبايل في بطارية. البطارية دي بتبتدي تتشحن بالكهرباء طول ما انا حاطه في الكهرباء، وبيبتدي الجهاز سواء اللعبة او الموبايل يخزن الكهرباء دي جواه. واول ما بشيل الكوبس بتبتدي البطارية اللي جوه الجهاز انها تعمل التفاعلات الكيميائية بتاعتها عن طريق الطاقة الكهربائية اللي هي خزنتها دي، وبيبتدي الجهاز يشتغل سواء بيعمل صوت او بيطلع صورة او بيعمل حركة. وفي حياتكم هتلاقوا امثلة كتير جدا من اشكال الطاقة وتحولها من نوع لنوع، زي مثلا استشوار بتاع الشعر او مكوة الشعر او حتى مكوة الهدوم. بتحول الطاقة الكهربية اللي بنحصل عليها لما بتحط الكوبس بتاع المكوة او السشوار في الكوبس، تحول الطاقة الكهربائية ديت لطاقة حرارية. كمان غسالة الملابس اللي بتحول الطاقة الكهربائية لطاقة حرارية وطاقة حركية علشان تبتدي الغسالة انها تشتغل. وكمان التلفزيون بنلاقي ان هو بيحول الطاقة الكهربائية لطاقة ضوئية وطاقة صوتية. واجهزة كتير كتير في بيتنا هنلاحظ فيها تحولات الطاقة دي من نوع لنوع. حكاياتكم. إعداد وتقديم حنان سالم. ولكم أرق تحيات أزهار محمد من الهندسة الإذاعية.